يعني كابتن محمد اليوم السيد حسين عموته، البعض يقول لا تحكمون عليه، تو الناس تو بادي، لكن اليوم يعني هذه مباراة ثانية، ناهيك عن المعسكر، ناهيك عن مباراة برشلونة، فالمفترض انه خلاص الكابتن حسين يكون عرف التشكيلة المناسبة، عرف امكانيات لاعبينه. طبعا المعادله الصعبه في الكوره ما بين الاداء الجيد والفوز دي محتاجه شغل كتير جدا، ما بتبقاش بين يوم وليله او بين ماتشين او ثلاثه يعني. المعادله دي عشان انا اوصل لها محتاجه معايير كتيره جدا، واهم حاجه المعايير زي ما استاذ محمد ابو علي قال، هي التشكيل. التشكيل لازم يبقى افضل من كده. التغييرات برضو انا مختلف معاه تماما في بعض التغييرات. اللعيبه اللي بتلعب في التمركزات فعلا في المنطقه الخلفيه، طبعا عند النادي الاهلي عنده مشاكل كتيره جدا. دي ما بتجيش غير بعد اعتقد بعد 5 أو 6 ماتش في الدوري. ولكن المهم دلوقتي اللي بيدي الاستقرار الفني وبيدي الاستقرار الاداري هو ايه؟ هو الفوز. طول ما انا بفوز انا مع الوقت دايما بكتشف عيوب الفرقه وبكتشف سلبيات وايجابيات الفرقه. فاعتقد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله المرحله الجايه يوصل لهذه المعادله في كره القدم ما بين الاداء الجيد والفوز ب3 نقاط. نعم.